اسمك يا عم، اسمك يا عم، اسمك سلامك بسلامك، اسمك علي من؟ هذا رجموه هنا عندنا وله أكثر من أسبوعين وهو على هذه الحالة. يقول إن اسمه علي الصغير أو صغير. تمام. ما ندري من الذي رجمه هنا، جهاله إلا من الله أعلم. هل وصلت عندنا الأزمة ولا هذه الظروف التي نعيشها حاليا إلى هذا أن الأبناء يرجمون آبائهم؟ ما درينا كيف. علي صغير من؟ علي صغير من؟ الذي يعرف عن هذا الشخص شيء عليه الاتصال بالرقم 733365222 واحنا نشوف ان احنا نشوف دار المسنين الا كم نسوي به، والذي يعرف بالانترنت فعليه ان يتواصل بنا على الرقم. وهذه رسالة إلى حكومة الوفاء تبصرين للضعفاء المسلمين. منين انت يا حاج؟ من حفاش. يقول انه من حفاش. ايوه سلسل هكذا عشان هكذا. ايوه ها بياكل ويشرب هنا طبعا وسط الجزيرة هنا وبينها القمامة، وأيضا أن الكلاب يتواجدن فوق والقلب. هذا حصل الضربة مدري هل أحد انصدم ولا كيف؟ يا مر ولا أمس طاح والجواب يا عرض شجرة لا هذا عند العسكر بعدين نطرحها في الانترنت وان شاء الله نمشي ابوها. هذا عيشته هنا يرقد وهذا اللي حقه. كانوا عنده سيارة هنا. عندي هذا مرة ها جديد يا جماعة مالك خرقضة وخر واقع هي خرو. ايوه جهالك اينهم بالحين في البلاد مع الجهال. ها هم في البلاد يعرفوا كل عيد الخبر أول. والله ما اسمع. عيد الخبر من أول. عيد الخبر من أول. طبعا هذا الحج لقيناه مرجوم هنا قبل أسبوعين وهو عندنا ما بين السيارات ويتنقل من مكان لآخر بين السيارات في نفس الشارع. لا نعلم من الذي رجمه، هل رجموا جهاله أم رجموها خوذه أم رجموها قريته. اطرحوا عندنا هنا يلتحف هذا يلتحف السماء ويفترش الأرض بين القمامة، وأمس الكلاب فوق يجي 7 و8 كلاب وهنا بين القمامة واحنا خايفين عليه. اتصلنا بالقسم هيجي القسم عشان يبزوا ويشيل دار المسنين ما رضيش. اتصلنا بالمنطقة الأمنية منطقة الكرامة جولا هنا يبصروا بالضرب وراحوا لهم وكأنه مشوا بني آدم. هو حيوان صح؟ ما حدا بيبصرك ولا حدا بيشوفك. فإحنا قلنا الذي هو عارف هذا الشخص عليه الاتصال بالرقم 733365222 ونحطه في الانترنت وننشره عبر المواقع كلها. تمام. المواقع الإلكترونية. ها؟ وهو اسمه علي صغير من حفاش. أنت ما؟ خلاص. يلا سلام.